حاليا؟ لا الاثنين. بص اقول لك على حاجه، خلينا نتفق ان العالم كله حاليا، كل العالم بما فيها التقارير العالميه، بما فيها الناس المختصه، بما فيها الخبراء، بيقولوا كلمه واحده: مرحله عدم اليقين. احنا مش فاهمين اللي هيحصل بكره، مش فاهمين اللي هيحصل. المراحل دي بقى بنتعامل معاها ازاي؟ بنتعامل معاها اللي هو زي ما انت قلت يوم بيوم، بس برضه لازم اجيب حد يساعدني. ما هو انا النهارده انا راجل ما عنديش خبره، انا مش ماليش في الفاينانس او في الماليه. هروح اتكلم اقول اصل انا عشان راجل استشاري تسويق خلاص انا لا، هروح ادور على استشاري مالي يساعدني عشان هو اللي هيديني الجزء ده. واحنا لما بنقول مشاكل اقتصاديه للدوله يا دكتور، هل احنا بنتكلم على مشاكل ماليه ولا مشاكل نقديه مصرفيه ولا الاثنين، ولا هو الاقتصاد كله على بعضه حاجه واحده؟ والله بص، انا بالنسبه لي الاقتصاد كله هو يعني قائم على الماليه. يعني خلينا نتكلم، هو عباره عن انواع من التجاره والصناعه والخدمات والمختلفه، وفي نفس الوقت هو فاينانشال وايز، انت معاك فلوس قد ايه وبعت. خليني اجيبها لك بشكل ابسط بكتير. انا النهارده عندي 100 مليون بني ادم بيلبسوا 100 مليون تيشيرت، فانا والناس بتلبس تيشيرتين في السنه، فانا عايز 2 مليون تيشيرت. تمام، ده اسمه سوق. تمام، صح، تمام. لما هصنع ال 200 مليون تيشيرت دول هبيعهم، فهيبقى عندي كاش، فده الفاينانس. فالامر بص، انا ضد التعقيدات طبعا، لان ليها ناسها، معلش اسف، في ناس طبعا متخصصه هي بتتكلم في النقط التفاصيل. لكن انا بحاول اتكلم على مستوى الشركات اللي بتعامل معاها. حتى انا بتعامل مع شركات صغيره ومتوسطه، لان هي مركز القوه، هي اللي بتحتاج للتطوير، هي اللي بتحتاج انها تفهم صحيح طبيعه السوق. يعني اقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، بحكم انت بتقول هنتعامل ازاي. هديك مثال بسيط جدا. احنا من اول ما حصلت يعني من 2015 2016 تحديدا، لان انا دي كانت الفتره اللي رجعت فيها من بره واستقريت في مصر، واحنا حصل فيها تغيير جذري في الاقتصاد، لان ده اللي عملنا تحرير سعر الصرف 2016 نوفمبر 2016. ده كان تغيير جذري في مصر كلها. جميل، حلو. السوق مختلف تماما عن بره طبعا، تماما. طيب تعالى بقى تشوف الشركات اللي بره بتيجي تفتح فروع ليها هنا، وتاخد الموظفين الاكفاء بتوعنا وتدي لهم مرتبات كويسه وتشغلهم بره، والفلوس بتيجي من بره وتروح بره وتكسب كله بره، من بره. طب احنا ليه مش عاملين ده واحنا عندنا الاساس؟ صحيح، وموظفينا